الأخوات المشاهدين منكم والمشاهدات، ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 في الدوري الأسباني في كلاسيكو الأرض، في ماتش يعني تقدر تعتبر كده إن هو إيه، خلاص حسم لقب اللا ليجا لريال مدريد. 11 نقطة ما بيننا وما بين برشلونة، 7 نقط وخلص اللا ليجا بغض النظر عن نتيجة مباريات برشلونة بعد كده. عندي نصيحة مهمة جدا لكل جماهير وعشاق كاتالونيا. شجعوا ريال مدريد، نعم للتعصب، اي برشلوني ادعسوا شجعوا ريال مدريد. بعد ما خدت النصيحة خد بقى التحفيلة دي. وايه كل ده من غير سيء الذكر اللي جاب الرابع، مش اوديجا بس اللي جاب الرابع، لا ده كمان جاب الرابع. يا عم لوبيز الاحتفال بتاع بلينجهام ما بيتعملش كده يا حبيبي، بيتعمل كده. اظن خلاص الناس كلها عرفت، يعني الناس كلها عرفت ان هو ما بيتعملش كده. ها ما تصيحش. معاك مصطفى حسام في احمد فابيض، وهنتكلم النهارده عن كلاسيكو الارض. ريال مدريد بدأ بتشكيلة ان ده لونين طبيعي ان هو يلعب بالمستوى اللي بيقدمه الفترة اللي فاتت وقدام السيتي كمان. لوكاس فاسكيز يعني طبيعي ان هو يلعب برضه بعد ما خلاص كارفاخال يعني تعب وجاب اخره، ولوكاس فاسكيز جاب اخره كمان في الماتش ده، كتر خير الدنيا. وكمان تشاوميني وروديجير. تشاوميني حسيت ان هو شبه روديجير في الماتش، ان هو بقى اقوى شراسة او عنده شراسة اقوى يعني. هو دلوقتي ما بيلعبش ارتكاز في نص الملعب، هو واقع، هو بيلعب فين؟ ان هو ضايق الجون على طول، انا بلعب قلب دفاع. يعني لازم اكون مصحصح اكتر شويه، الغلطه في فوره زي ما بيقولوا. كامافينجا باك شمال، لان انت بتريح مندي وجارسيا، ما تقدرش انت تعتمد عليه لان هو لسه جديد برضه في الفرقه وما خدش كتير ومحتاج وقت لسه في الفرقه. وانت فتره اللي قاعد تبتدي تجرب ناس تانية عشان انت خلاص يعتبر حسمت اللقب لا ليجا. بس برضه نص الملعب مودريتش وكروس، ان انا طول الموسم عمال اقول الاثنين دول ما بيتجمعوش في تشكيله واحده مع بعض في الملعب، حصلت. بس كان لازم عشان ده يحصل لازم فالفيردي يلعب ارتكاز، وده يعني كان لازم عشان كده هو اختفى طول الماتش، هو الوحيد اللي كنتش بتشوفه كتير. بالرغم ان هو طبعا رجليه طرش، بس يعني ايه، ما ينفعش بقى، انت لازم تلعب ارتكاز دلوقتي. والثلاثه اللي قدامه رودريجو وفينيسيوس وبيلينجهام. برشلونة تيجي يشتكي ان مفيش حد يعني ده قدم مستوى اعلى من اللي هو بيقدمه. الناس كان هو بيقدم مستوى من اساسه، يعني لو انت اعتبرت كده. كوندي اللي خايف على القصه ولا خايف على السكسوكه اللي هو عاملها، فما مش عارفين نعمل ايه معاه يعني. اروخو كوبارسي، اروخو شويه طلع الكوره من رجله كويس وشويه وحش، محدش بيفهم له حاجه. كوبارسي لاقي نفسه محطوط في مزنق، هو مش قده، واختبار هو مش قده، فالدنيا باظت منه على الاخر. كانسيلو اللي الدنيا بايظه معاه خالص من ايام ماتش باريس، في المساحات اللي في ظهره عمال يروح فيها اي بط ووز وفراخ وكل حاجه عماله تجري في المساحات اللي هو فدانين خص وراه، واخد بالك؟ طيب السنسي هو اللي بيلعب ستة في نص الملعب، لان طبعا ديونج وجندوجان هم اللي لعبوا تمانيات، كان بيحاولوا يوصلوا الكره للاطراف شويه اللي هم اليمين يامال ورافينيا. رافينيا للامانه ما عملش اي حاجه تذكر في الماتش، يعني هو وليفاندوفسكي هم الاثنين على الله ان شاء الله ما لهمش في السكه. الماتشات اللي بيطلعوا فيها طفرات كده خلاص خلصت. لكن يمين يامال هو اللي تقدر تعتمد عليه، ان هو تعب كامافينجا جدا 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 في الماتش، يعني يخرب بيك كده، واخد بالك؟ طيب ديسنسي في الدقيقه 4 سد الكره من بره ال 18 راحت فوق العرض، فهو من الدقيقه 4 الارتكاز بتاع برشلونه طالع ان هو يشوط ويسدد. ده طب ما باينه قوي اصلا ان هو يخش في 18 جون بالهيد زي ما عملها في باريس، يعني باينه. فانت في الدقيقه 6 بقى على طول رافينيا من كورنر لكريستنسن براسيه بعد ما اندريا نونين طلع غلط، حطها في المرمى الخالي والجون الاول لبرشلونه. في الدقيقه 13 كان في فاول للوكاس فاسكس بسبب تدخل من كانسيلو، وهو توني كروس قدر ان هو يرفع الكوره، وفينيسيوس كان لوحده جوه ال 18 في الجامب، ما كانش حد معاه ولا حاجه، وما كانش فيه اوف سايد، كان ممكن يحطها في الجول، يعني كان ممكن ترد في ساعتها عادي وتجيب جون التعادل. لكن ايه، تحس ان الدنيا اتاخرت شويه برضه لما فاسكيز يعني ايه، يعني خيرها في غيرها زي ما بنقول. لوكاس فاسكيز خد ضربه جزاء من اللهم صل على النبي، خدها من كوبارسي. وايه تشافي قاعد يعمل لك كده، ده بيغوص جوه منطقه الجزاء للامانه. لو فاكر ضربه الجزاء بتاعت وان بيساكا في في الدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد، الكره دي اتحسبت، وانا قلت هو لوكاس، هو وان بيساكا ما لمسوش اصلا.
يعني ما لمسوش. فهي شويه تمشي كده وشويه تمشي كده، لو لفريقي هقول لك يا عم لا دي ضربه جزاء، لو ضد فريقي هقول لك لا مش ضربه جزاء. هي الكوره كانت في حلاوتها في كده اصلا. فانت دلوقتي ضربه جزاء جه منها الجون التعادل بتاع ريال مدريد، وفينيسيوس شاطها على شمال تريشيجو وراح يرقص عند الكوره. في الدقيقة 25 كان في عرضية من جندوجان ليفاندوفسكي، وهو ده اللي عمله ليفاندوفسكي طول الماتش. وفي كرة تانية كده في الشوط التاني شاطها من بره ال 18 راحت بعيد اصلا، جنب اصطاد بيها العصافير اللي على سانتياغو وبرنابيو فوق اللي دخلت قبل ما نقفل الملعب، سقف الملعب من فوق يعني. كاميرات بس سينمائية والحاجات الحلوة دي اللي ما جابتش اللقطة بتاعت الكرة اللي على الخط، جاي لك اصبر بس ماشي. في الدقيقة 28 رافينيا عمل كرة ليمين يامال، عندها لونين يعني ايه يقطع، هو المفروض شالها من على الخط يعني الكوره ما دخلتش. لكن للامانه التقنيه بتاعت عين الصقر دي اللي تشتكي طلع قال لك مش ازاي الفلوس بتتصرف في حاجات تافهه وتيجي في دي ما تصرفش. فهو قدر ان هو يجيب من الاخر تشتكي. لان انا بصراحه انا ما شفتش اعاده بينتها، في لقطه كده مبينه ان الكوره دخلت، للامانه انا شفتها، بس بقيه الاعداد مش مبينه ده. فاحنا ما نقدرش نجزم بده، وما نقدرش نقول برضه يعني ايه زي ما نفس المنطق اللي قلت لك من شويه، لو لفريقي جول لو ضد فريقي مش جول يعني. هقول لك كده يعني، انا هطلع اقول لك هي جول مثلا وبرشلونه معاه حق وده، مش هقول كده. انا راجل يا بيه مشجع ريال مدريد، احنا بنكسب بالتحكيم انت شايف كده. والله يعني انت يعني ايه يا ومضى عليا ومضى عليك عشان نكون واضحين. جون بتاع اسينسيو اللي اتلغى قبل كده الاوفسايد ده، ها بتاع الموسم اللي بقى، مش عايزين نتكلم بقى، خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. طيب في الدقيقة 31 يمين يامال وقع جوه ال 18 والحكم قال له كمل لعب عادي. في الدقيقة 34 آسف كامافينجا عمل فاول مع يمين يامال من بره ال 18. خلاص بقى يمين يامال يعني المرة ال 17 مليون دي اللي يتعب فيها كامافينجا يعني مش قادر يجيبه أساسا. فعمل معاه فاول وخلاص الكرة هو مش ملاحق على الكرة وملاحق على يمين يامال. فالكرة دي خد فيها انذار كامافينجا. هتقول لي اشمعنى بقى كامافينجا خد في دي انذار وباركولا مع اروخو خد طرد بقى، وكانت من الناحية التانية من ناحية اليمين مش من ناحية الشمال. انا عايز اعرف هو باركولا لما كان رايح على الجون ده هو كان رايح انفراد تقريبا، لكن دي ما كانتش انفراد. يعني انت كنت جاي من الجنب متطرفه شويه، كان ممكن اي مدافع من ريال مدريد تاني جاي مع كامافينجا كان ممكن يلحق وعادي. فهي انذار فعلا تمام. وطبعا رافينيا شاطها فوق العارضه وما حصلش حاجه وما جاتش خطوره منها يعني. دي 43 كان في مجموعه من التمريرات وصلت لمودريتش على حدود ال 18، مجموعه تمريرات بين لعيبه ريال مدريد وتير شتيجن صدها وحط ايده فيها. 48 دقيقه، وفي الدقيقه 48 في الشوط الاول مع الوقت الاضافي يعني والوقت بقى ضايع، فالفيديو دخل مع ديونج في كوره غشيمه شويه، فطلع بسببها اتصاب ونزل بدري اللي ما عملش اي حاجه. يعني ما تحسش ان ديونج طلع، كان ديونج كان لسه بيلعب عادي خلاص مش هيخلص. في الدقيقه 55 في الشوط الثاني بلينجهام عمل تمريره مرتده لفينيسيوس اللي دخل جوه 18 وكان معاه اتنين مدافعين، لكن المشكله ان هو ما عرفش يتصرف فيها كويس فشاط الكوره وطلع بره 18 او بره الجون اساسا. الدقيقة 64 فيليكس نزل مكان ليفا اللي ما عملش أي حاجة. يعني يا شيخ العب بمهاجم واحد بس، ليفاندوسكي ما عملكش أي حاجة. رافينيا اللي طلع ونزل توريس، هما الاتنين يعني زي بعض ما فرقتش يعني، أحمد من حاج أحمد ما فرقتش. الدقيقة 70 لوبيز المكان نزل مكان كريستنسيو هو اللي جاب الجون برضه. يعني عندك الارتكاز هو اللي بيزيد كمان. انت في الوقت ده عندك بيدري وجندوجان، اكيد جندوجان مش هو تلعبه ستة، انت لعبته ستة قبل كده وعمل لك فضايح في الموسم ده. فلوبيس هو اللي كان بيلعب ستة، لكن هو قدر ان هو يزيد ويشوط الكورة ترتد من اندريا لونين يكمل فيها وتبقى الجول التاني لبرشلونة. دلوقتي توني كروس طلع ونزل ابراهيم دياز اللي هو ايه، يعني بلينجهام بقى خلاص بقى كده ايه رجع لنص الملعب المفروض، ودياز هو اللي بقى راس الحربه. لا الاثنين 4-2-4 وده اللي احنا كنا بنلعب بيه. وكامافينجا طلع ونزل فران جارسيا، وجارسيا يعني ربنا سترها معاه بقيه الماتش من اول الدقيقه 71 لحد اخر الماتش. في الدقيقه 73 فاسكيز جاب الجون، فينيسيوس عمل عرضيه من جنب الشمال للجنب اليمين، وطبعا بسبب سوء التغطيه بتاع كانسيلو من وقت ماتش باريس سان جيرمان ومبابي والقصه اللي احنا عارفينها. الجون التالت اللي جابه مبابي ساعتها ده الجون التاني، وفاسكيز عمل الاحتفال ده انا ما فهمتش يعني ايه، حد عارف يقول لي يعني بصراحه عشان عندي فضول اعرف. الدقيقه 74 رودريجو طلع ونزل ميليتاو، تقدر تقول ان التغيير ده خلاص احنا هندافع بقى ومش عارف ايه، وكوندي خد انذار بسبب شعره ولا، طبعا بهزر يعني مش بسبب شعره بس كوندي خد انذار. ففي الدقيقة 77 فينيسيوس جري جوه ال 18 وكان جنبيه ابراهيم دياز كان ممكن يبصيله،
لكن هو شاط الكوره وتير شتيجن صدها، وكان تقريبا بريما ديسك لوحده. بس هو تقريبا فينيسيوس كان تعب لدرجه ان هو مش قادر يفكر في اي حاجه تانية غير ان انا هشوط وخلاص، يعني دماغي وجعتني بقى من السيتي وبتاع. ففي الدقيقه 82 بعديها ب5 دقايق طلع ونزل خوسيلو، وما كانش عاجبه ان هو طلع، وانشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد الماتش وما كانش عاجبه ان هو يطلع فعلا، بس انا كان لازم اريحه عشان هو تعب خلاص على كنا بنلعب السيتي وهو مش هيقدر يدي اكتر من كده. فالجول التالت جه بالانجهام من عرضيه لفاسكيز، خوسيلو فوتها وحطها في سقف الجول، وعمل لك كده يا عم لوبيز عشان تعرف الاحتفالات بتتعمل ازاي يا حبيبي. تمام طيب، انا قلت اللي عندي، واندريا لونين الغلطه اللي عملها لا تغتفر لو احنا كنا خسرنا، لان انت ما ينفعش بعد الزخم بقى اللي انت خدته بعد الفوز على السيتي تقوم مضيعه بسبب خطأ من حارس، يعني خطأ ساذج زي ده. عندك مودريتش عنده 40 سنة، يعني مودريتش ده يعني مش عارف اقول لك الجملة دي ازاي والله. يمين يامال اللي دلع كامافينجا لما من 16 سنة، لان يامال عنده 16 ولا 17 كان مودريتش بيلعب، يعني ما كانش هو اتولد اصلا لسه، ومودريتش كان بيلعب بقاله كتير برضه، يعني انت يعني ازاي مودريتش كده؟ ازاي؟ انا شفت ليه لقطات في نص الملعب بيخش التحامات وجامب وايه وكده. ايه يا عمي ده انت قد كده، انت كلك قد كده، يعني الالتحامات دي وفي سنك ده ما شاء الله، ما شاء الله بجد. يمين يامال طبيعي شاب ومهاري وقوي وما شاء الله يعني يمين يامال، لكن مودريتش ايه يا عم ده في ايه؟ في ايه يابا؟ ده انت عاملين حساب ان هم ياخدوا رقم 10 دول امباري، انت بتعمل ايه؟ ده خد بالك. طيب في حاجه برضه عايز اتكلم فيها في الاخر كده، يعني بص برشلونه محتاج ان هو لو هيماتش تشافي تجيب مدير فني مش من ولاد النادي بقى، يعني جرب حاجه جديده يمكن يعني يحصل اي اختلاف كده، واخد بالك؟ يعني ما تروحش تجيب ايه لويس انريكي مثلا، يعني فاهم؟ لا لو مثلا ساب باريس سان جيرمان لا، هات حاجه جديده، جرب كده تجيب دي زيربي مثلا ولا حاجه. بس ده كان الفيديو، معلش يعني قدر تعب اخوك، وانزل على اللايك كلمتي سلام.